قناة السويس مفتاح الشرق وباب الغرب، حلقة الاتصال بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، تربط بين البحرين المتوسط والأحمر بطريق مائي يمتد طوله 195 كيلومتر. تعتبر قناة السويس أكبر وأهم قناة صناعية في العالم، وتختلف عن باقي قنوات العالم الصناعية بأنها لا تستخدم الأهوسة لمواجهة اختلاف مناسيب المياه. وقناة السويس أقصر طريق ملاحي بين الشرق والغرب، تختصر طريق البواخر وتجنبها الدوران حول القارة الأفريقية، وتوفر مسافات تصل إلى 10,000 ميل، وتراوح الوفر من المسافة بين 17% و59%، والوفر في الوقود بين 50% و70%. بدأ العمل في حفر قناة السويس في عام 1859. حفرها المصريون بسواعدهم وبدمائهم في ظروف قاسية، وتساقط الآلاف، وبلغ عدد الضحايا 125,000 مصري. وفي احتفال تاريخي كبير دعي إليه كبار الشخصيات العالمية، وعلى رأسهم الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا، افتتحت قناة السويس وتلاقت مياه البحرين المتوسط والأحمر، فتألف منها ذلك الشريان الحيوي. تكلف حفر القناة 287 مليون فرنك فرنسي، وبلغت خسائر مصر 23,500,000 جنيه. وكانت بداية الأزمة الاقتصادية، واضطرت مصر لبيع أسهمها في قناة السويس لإنجلترا، وبذلك سيطرت إنجلترا على القناة أولا، ثم على مصر باحتلالها عام 1882. وفي 26 من يوليو عام 1956 صدر قرار بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس، وتولى أبناء مصر إدارة القناة. وأحدث القرار ردود فعل عالمية، وتعرضت منطقة القناة للعدوان الثلاثي، وتوقفت الملاحة في القناة، وتوقف ضخ البترول إلى أوروبا، وارتفعت أسعار السلع، وانخفضت التجارة الدولية العابرة للقناة. وبعد أن تحقق النصر وانسحبت القوات المعتدية، تمت عملية تطهير القناة، وفتحت مرة أخرى للملاحة الدولية. وكانت أكبر أزمة تعرضت لها القناة العدوان على مصر عام 1967، وتعطلت الملاحة مدة 8 سنوات كاملة، تحولت فيها القناة إلى خرائب وأطلال، كل شيء أصابه الدمار، وبلغ عدد الألغام على ضفتيها ما يزيد على 1,000,000 لغم. وشعر العالم بفداحة خسارته الاقتصادية، وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن الخسائر في مجال التجارة الدولية بلغت 7,000 مليون دولار من عام 1967 وحتى عام 1973 بسبب إغلاق القناة وبناء ناقلات عملاقة. وفي 6 من أكتوبر 73 عبر الجنود المصريون القناة، وغطت صفحة الماء مئات القوارب المطاطة مندفعة نحو الضفة الشرقية للقناة، ليرتفع علم مصر على أرض سيناء. وفي قمة النصر صدر القرار بإعادة فتح قناة السويس والبدء في تنفيذ خطة عاجلة من أجل إعادة الحياة للقناة. وبدأت معركة جديدة لتطهير القناة من الألغام والقنابل والصواريخ التي سقطت عليها خلال الحرب. واشتركت عدة دول في عمليات التطهير، كما تم انتشال 10 سفن غارقة. استغرقت عملية التطهير عاما كاملا،
وجرت 10 اختبارات على سلامة المجرى الملاحي للتأكد من خلوه من المتفجرات. وفي 5 يونيو عام 1975 احتفل رسميا بإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية، وعادت القناة تستقبل سفن العالم. ومنذ تأميم القناة عام 56 تقوم الإدارة المصرية بدراسة برامج لتطوير القناة والظروف العالمية التي تؤثر على الملاحة فيها. وقبل الافتتاح الثاني عام 1975 تم إدخال التكنولوجيا البحرية في نظام الإرشاد من خلال شبكة إلكترونية للإشراف على مرور السفن والناقلات، بحيث تحقق أقصى درجات الأمان لناقلات البترول العملاقة، كما يتولى متابعة الأعطال ورفع قاطرات المعاونة وترتيب القوافل حسب الحمولة والوزن وتنظيم المرشدين. كما تم توسيع وتعميق القناة ليصبح الغاطس المسموح به 53 قدما، وصار عرض القناة بين الضفتين 365 مترا، والقطاع المائي 3600 متر مربع، بحيث يسمح بمرور الناقلات العملاقة حمولة 150 ألف طن وحتى 250 ألف طن. ومن بين أعمال التطوير تم إنشاء 3 تفريعات رئيسية إلى جانب تفريعة البلاح، وهي تفريعة التمساح والدفرسوار وبورسعيد. وقد شقت الأخيرة شرق القناة بطول 26 كيلومتر لتصب في البحر المتوسط مباشرة، وتجنب السفن الداخلة والخارجة من القناة المرور داخل ميناء بورسعيد. وبذلك تحقق ازدواج المجرى لمسافة 68 كيلومتر، وقد كلفت عمليات التطوير مصر حوالي 1200 مليون دولار. ويقوم حاليا أسطول الكراكات بهيئة قناة السويس بتوسيع القناة لمسافة 50 مترا من ناحية الشرق، مما يؤدي إلى تقليل حوادث الجنوح، بالإضافة إلى استيعاب سفن ذات عرض أكبر. وقد انتهى العمل من توسيع مسافة 100 كيلومتر حتى الآن، وذلك بالإضافة إلى صيانة المجرى الملاحي خلال توقف مرور القوافل. ودخلت هيئة قناة السويس مجال التصنيع البحري، وفي ترسانة بورسعيد وبور توفيق قامت ببناء قاطرات وأوناش عائمة حمولة 500 طن، وهي أكبر الروافع العائمة في الشرق الأوسط، وبناء معديات عبور بين ضفتي القناة ولانشات المرشدين، وبناء سفن للبضائع تتراوح حمولتها بين 3000 و 7000 طن. ويلحق بها مركز للتدريب المهني لتأهيل الأفراد للأنشطة المختلفة في الترسانة. وتضم ترسانة بورسعيد 3 أحواض، منها حوض عائم قدرته 2500 طن، وحوض جاف لبناء السفن، ويسمح ببناء سفينتين حمولة كل منهما 12,000 طن في وقت واحد، وحوض سعة 5000 طن.
وأنشأت هيئة قناة السويس مركزا للأبحاث يعتبر ثاني مركز من نوعه في العالم، ويشمل معملا للأبحاث الهيدروليكية به صلة لتجارب القناة، بها حوض مجهز بنموذجين لسفينتين مصغرتين تدار بمحرك خاص ومزود بأجهزة قياس لازمة للتجارب المطلوبة، للموانئ والشواطئ، وأقساما لأبحاث المواد والأبحاث الميكانيكية. كانت قناة السويس دائما مصدر الحياة حولها، فقد قامت على جانبيها العديد من المدن، وأهمها مدينة بورسعيد على البحر المتوسط، على البحر الأحمر، وتتوسطها مدينة الإسماعيلية التي تقع على بحيرة التمساح. ومع عودة الملاحة للقناة دبت الحياة من جديد في المدن على الضفتين. وبالقرب من مدينة السويس تم إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي متر تحت القناة، ويتم تشغيل النفق عن طريق غرفة التحكم، ومنها يمكن للمراقب مشاهدة أحوال حركة المرور على شاشات تلفزيونية عن طريق كاميرات تغطي طول النفق، وكاميرات متحركة بعدسات مقربة، والتحكم في إشارات المرور عند مدخلي النفق، ويمكنه اختيار الدرجة اللازمة للتهوية والسيطرة على مختلف الأجهزة والمعدات في حالة الطوارئ. وفي مدن القناة تم إنشاء جامعة قناة السويس، جامعة تضم كليات متخصصة في الدراسات البحرية والبترول يمتاز به بطول بحيرة التمساح. ويقام بها سنويا سباق القناة الدولي. كما يلتقي شباب العالم في مهرجان الفنون الشعبية الذي يقام سنويا بالمدينة.